نختم حصد الليلة بالمطبخ الجزائري. طاطا حبيبة صفحة على الفيسبوك حجزت مكانا لها في المطبخ الجزائري والعالمي. صاحبتها نظمت برياض الفتح يوما لمحبها. نتابع مع سارة بالحور وتوفيق الأمير ضيف الله. في إنجاز هو الأول من نوعه، تمكنت السيدة حبيبة من أن تحجز لنفسها مكانا في قلوب الجزائريين، أين تجمع العشرات من محبيها برياض الفتح بالعاصمة، احتفالا بمرور 6 سنوات على تأسيس صفحة تبادل الوصفات التقليدية على الفيسبوك. بيان سور لاباج تاعي معمره فيها لي ميدسان لي انجينيور، المراه الماكيته في البيت، لي غران شيف باتيسيي. طاطا حبيبه حابه توصل لهاد كل البيوت، يوصلوا لنا اطباق تاعهم اللي احنا ما نعرفوه. من العالم الافتراضي إلى الواقع بمختلف الأطباق التقليدية التي كانت تنشرها، حاولت السيدة حبيبة أن تكون قريبة من متابعيها، أين خصصت لهم يوما كاملا قدمت من خلاله مختلف العروض خاصة للأطفال. ما شاء الله معروفة على مستوى الجزائر، ومثل ما انكم شايفين عاملين لها شعبية كبيرة ومظاهرة كبيرة مشانها يعني. رواد الفيسبوك كانوا في الموعد واستحسنوا اللقاء، خاصة الذين قدموا من مختلف ولايات الوطن. كي شفت دارت لا انفيتي بور سيت انيفرسير جي توني ا فونير، جو فولي لا كونيتر. فيسبوك شغل انتشر بطريقة شغل ما تكونش كامل تستنى فيها، راهو فيه قريب 900,000 مومبر، ولا بليبار تاعهم كامل يطيبوا، كامل يحوسوا لي روسات تاع طياب كامل. وطاطا حبيبه كما نقولوا ما خلت عليهم حتى حاجه، كامل كل يوم دير لهم روسات شابه. هو عطاء لا حدود له، استطاعت من خلاله هذه السيدة بالجهود التي تبذلها أن تخدم المطبخ الجزائري التقليدي وأن تكون نموذجا يحتذى به، فبأشياء بسيطة يمكن أن تكون عظيما.